السلام عليكم حبايبي. اليوم جيتكم موضوع متعلق بسفري لروسيا، وهو هذا الموضوع انطلب من عندي بسبب مرض التهاب الشبكية الصباغي. فاليوم راح احكي لكم وين رحت لأي محافظة بروسيا، وشنو استفاديته من هاي المحافظة، وأسباب انه آخر عملية ما رحت لهاي المحافظة. راح احكي لكم كل شي بالتفاصيل، وأتمنى تستفادون من هذا الفيديو. أول سفرة إلي كانت المحافظة كراسنودار الروسية. أول سفرة إلي رحت المستشفى اسمها فيودروف. هناك بهاي المستشفى 10 أيام كانوا ينطوني أوبر هنا وهنا، وينطوني ويا الأوبر يومية كهرباء. هيك تكون جهاز وأسد عيوني ويطق الكهرباء للعين، وليزر ما عدا المغذي والقطرات والأوبر بالعضلة. فاستمريت على هذا الشيء. بالبداية كل 6 أشهر أسوي العملية، يعني أخذ علاج 10 أيام، ونهاية العلاج العملية بنج عام، ويسوون حقن الحجرة العين، يحطون مادة. هاي المادة لمدة 6 أشهر بالبداية، لأن كانت حجرة العين صغيرة. ظلوا هاي كل 6 أشهر كل 6 أشهر أسوي نفس العملية، أسافر روسيا أخذ العلاج وبعدين العملية. استمريت على هذا الشيء كل 6 أشهر لمدة 5 مرات. بعد ال5 عمليات صارت عمليتي كل سنة، يعني حجرة العين توسعت. استفاديت من هذا الشيء، كنت كل ما أسوي العملية كل ما أشوف بشكل أحسن. وكل هذا الحكي بمحافظة كراسنودار، مستشفى اسمه فيودروف. فبالعملية السادسة صارت كل سنة، يعني المادة كثروها، هم نفس الطريقة، هم نفس العلاج، 10 أيام واليوم 11 العملية. العملية السادسة السابعة الثامنة، كنت كل ما أتأخر 2 أو 3 سنوات عن إجراء هاي العملية كل ما عيوني تتعب. طبعا المترجم اللي تقدرون تتواصلون وياه اسمه علي الصوفي، هذا الرقم والاسم مالته. هذا المترجم اللي خاص بكراسنودار. وصلت تقريبا 9 عمليات بكراسنودار. العملية التاسعة ما رحت المستشفى فيودروف، لا رحت العيادة بكراسنودار نفسها، وهم سوولي نفس العلاج ونفس العملية، يعني نفس المستشفى بس فرع منها. اجت العملية العاشرة كراسنودار، بسبب الحرب انسد المطار مالتها، ما قدرنا نروح. لازم نروح على اسطنبول، بعدها على مدينة اسمها سوتشي، ومن سوتشي نركب قطار يلا نوصل لكراسنودار. هنا يعني شغلة السفر صارت كلش متعبة، ولازم هو المترجم يجي ياخذنا من سوتشي لكراسنودار ويرجعنا من كراسنودار سوتشي، وهاي التكلفة كلها علينا. حاولنا هواي نتواصل ويا المترجم، صارت شوية مشاكل وصعوبات، فما قدرنا نروح لكراسنودار. التجأنا لموسكو. موسكو بها الفرع الرئيسي المستشفى فيودروف. حضرنا كل شيء وسافرنا لموسكو، والفيديوهات مالت موسكو موجودة بالقناة. قبل ما أروح لموسكو أنا كنت متأخر 2.5 سنين عن إجراء العملية. فهنا حالتي اتدهورت، ما بقت على وضعها. فبعد ما سوولي التحاليل بموسكو اتيقنوا انه حالتي متدهورة، مو مثل قبل، لا أسوأ صارت. فكل اللي قدامهم ما يقدرون غير بس مجرد يحافظون على الشيء المتبقي، وما افتهموا وما عرفوا شنو نوع العلاج اللي حقنوه بكراسنودار، لأن ما مبين عندهم أي عملية بداخل العين، لأن هو كان حقن. حاولنا نفهمهم إنه هذا الشيء كان حقن بداخل العين، فما راح تبين أي آثار عملية خارجية. ما افتهموا هواي على حالتي. حاولوا إنه يعطوني مجرد كورس تنشيط مدة 10 أيام، اللي هو هذه الأوبر اللي هنا وهنا شفتوهن بالفيديو، ما عدا المغذي
والأبر اللي بالعضلة بس. أي عملية ما أجرولي بموسكو نهائيا، ما قدروا يسوون أي شي. كان كل تواصلنا ويا مترجم ثاني، هذا رقمه واسمه. خلاصة الكلام، الشي اللي شفته بكراسنودار ما شفته بموسكو نهائيا. كراسنودار استفاديت من عندها، موسكو ما استفاديت من عندها، مع العلم نفس المستشفى لا واللبة يعني هي الأساس. وحاليا عن وضعي من رجعت من موسكو لحد الآن وضعي يتدهور للأسوأ. كل مجال النظر يشتت، عيوني اليسرى قامت تنطفي من وحدها، يعني أشوف يعني أشوف بها سواد العيون اليسرى. والحمد لله والشكر على كل حال. هاي كانت قصتي لليوم ويا سفر روسيا. أتمنى تستفادون من عندها ومن المعلومات اللي نطيتها لكم، وأشوفكم على خير إن شاء الله بفيديو جديد. مع السلامة.